السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يلا نبدأ روتين كده مع بعض. نسمي الله كده ايه ونبتدي. النهاردة كان ولادي طلبوا مني ايه، عايزين جلاش باللحمة المفرومة. قلت لهم بصراحة ما عنديش لحمة مفرومة، تاكلوه بالصدوق. قالوا لي ماشي يا ماما. عملته بطريقة حلوة قوي. عجبتهم. كان عندي صدق بقالي. قطعته كده حتت صغيرة، وقطعت عليه بتاع ده، وقطعت برضو بصلة متوسطة كده جوانح. هنا سخنت الطاسة، حطيت عليها معلقة زيت ومعلقة زبدة، وكنت بتاع ده. وقطعت البصلاية ونزلتها كده في الطاسة مع شوية ملح. مرضيتش اكتر الملح لان الصدوق البقالي ده بهاراته ياما وملحه يعني ايه، لا ما كترش فيه الملح. واديله تشويحة كده مع بعض. وبرضو كنت استنيت يعني لما البصل دبل كده، ونزلت عليه بالبتاع ده بالصدق. وكنت مقطعة 3 قرون فلفل حامي، واديهم كده ايه تقريبا مع بعض لحد لما يستوي. حلو يعني، طعمها حلو يعني ايه، تدي طعم للبيتزا وفيها برضو طعم الجلاش. شوحتهم كويس كده، كان ريحته جميلة. كانت اساسا الصدوق البقالي ده بيبقى ريحته وطعمه بيبقى حلو قوي. هنا جبت كانت عندي لفة جلاش في الفريزر، طلعتها من الصبح لحد لما فكت وقطعتها كده. التقطيعة دي بتبقى حلوة، ما بتاخدش بتاع ده سمنة ياما يعني، او مش كل بتاع ده ورقة جلاش تحطي فيها سمنة وكده. لا، انا هنا حطيت معلقتين كبار زبدة كده على زيت، وفرولت عليهم بتاع ده الجلاش، واحط في النص بتاع ده الحشو، وخلاص كده. زي طريقة الجلاش التاني، بس هي التانية بكل طبقة بتحطي تدهنيها بتاع ده زبدة او سمنة او زيت. لكن هنا حطيت هنا نص اللي قطعتها كده وعملتها. هنا هحط بس اللي انا نزلت بالصدوق، واحط عليها جبن. عندي ميكس جبن. الجبن دي النوع ده حلو قوي، اسمه الحمد. احسن نوع بصراحة استخدمته في الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر. هو ماكس كده ماكس جبن مع بعض. وبرضه عندي جبنة تركي مبشور، احطه كده عليها، واحط بقى الطبقة التانية اللي فوق. متنسونيش يا بنات في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. والنهاردة هو ده كان بقى غدانا النهاردة. بس بعد كده هجيب نص كنت هحط دلوقتي الجبن، قلت لا لما ادخلها الفرن واخر 10 دقايق كده اروح ايه حطها. جبت نص كوباية زبدة على زيت، وهحط عليها نص بتاع ده نص زبدية يعني بمعدل معلقتين، واحط عليها معلقة بتاع ده بيكنج باودر صغيرة، واحط معلقة كوباية لبن. انا مش محطتش عليها بيض، محطتش عليها بيض، وهقلبهم جامد كده، واحطها اسيبها دقيقتين 3 كده تتشرب بس كده، واروح مدخلاها ايه الفرن. انا كده انا كنت مشغله الفرن عشان هي بتبقى محتاجه نار عاليه، فرن عالي. اول ما ابتديت اشتغل يعني اعمل الاكل يعني كنت مشغله الفرن. اخدت نص ساعه كده من تحت، لا تلت ساعه. ولما حطيتها على الشوايه طلعتها، حطيت عليها الجبن من فوق وبتاع ده، ورحت وطلعتها بس يا دوبك اخدت وش من فوق. وطعمها اكنك بتاكلي بيتزا بالظبط. عايزه بقى تحطي الحشو اللي انت عاوزاه، عندك زيتون، عندك عايزه تحطي طماطم، عايزه تحطي اي نوع جبن، عايزه بسطرمه، عايزه تونه، اي حاجه. الحشو اللي انت عاوزاه، فراخ بانيه لو عندك اي حاجه. اسيبها بس دقيقتين كده تتشرب بس
اللبن مع الزبادي واروح ايه مدخلاها الفرن. كده هي كانت استوت من تحت، بس ايه فاضل الوش بس من فوق. حطيت برضو جبن ودخلتها الفرن اهي. كانت طلعت اهي شكلها ايه تحفة، وكان طعمها برضو جميل قوي. بألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب يكون خفيف عليكم. متنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. هنا كنت قطعتها اهي وهنقعد نتغدى بقى.